قالوا له اذا ما تطلع تبايع الشخص اللي احنا اختاريناه راح نحرق البيت مالتك. ففعلا هجموا على بيت الامام علي عليه السلام، وكانت فاطمة الزهراء عليها السلام واقفة خلف الباب، فضربوا الباب بكل قوتهم. فالرواية تقول ان عصرت فاطمة الزهراء بين الباب والحائط، فهذا الشيء خلى ضلعها ينكسر. وكأن صدر العرش يعصر ضلعه، وكأن كوثر حيدر ظمآن. ورغم كل هذا هي كانت حامل بطفل، فأسقطوا جنينها، وبعدها بفترة قليلة استشهدت. واستشهدت فاطمة الزهراء وهي غاضبة عليهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني، من أغضبها فقد أغضبني، ومن أغضبني فقد أغضب الله.